من موقع جبل الأقوى معكم الإعلامية ريتا بشارة، وهالمرة مباشرة أمام كنيسة السيدة المحدثية بكفية خلال إقامة مراسم العزاء للفنان الكبير والمبدع الراحل زياد الرحباني. مثل ما عم نشوف هلا توافد لجميع الشخصيات ولكل الناس ومحبين زياد الرحباني. بلا ولا شيء فل زياد الرحباني. ليدي مادونا وبعدها فعلا ليدي، شو بتحب تقولي كلمة بهذه المناسبة الحزينة؟ الموت حق، والست فيروز قديسة هي فعلا الأم الحزينة من بعد العذراء. دفنت أستاذ عاصي، دفنت بنت ليال، وهلا عم تدفن أستاذ زياد. يعني شو بدي أقول لك؟ وأنا خسرت اليوم صديق الطفولة، صديق الدرب، أستاذة معلمة يلي عامل لي أجمل تراتيل مرتلهم بالكنائس، عم بيرددوهم كلهم بالكنائس أو التراتيل لإلي عملوا خصيصا. صح، ونحن ربينا عليهم. المجد لك، اذهبوا في الأرض كلها إلهي رفعت إليك يدي. يعني نحن ساهرون، لا هيدي مش لإلي، ماجدة. فالتراتيل اللي عمل لي هن زياد، أنا بفتخر فيهم، رح يبقوا كمان ترك لنا إرث يرددوه الأجيال، ونشكر الله. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. بنعزي حالنا بغياب زياد الفنان السائر الجريء، زياد البسمي، زياد كل هالاشياء الحلوه يلي كل العالم كانوا يتابعوا زياد بكل شيء. خساره كبيره، وبعزي ست يطول بعد موقع جبل الأقوى والى جانب الاعلامي الكبير المخضرم الاستاذ زاهي وهبه. استاذ زاهي، بعرف تعبان وبالشوب وهيك هون عم تحكي، شو هيك بتحب تقول هيك كلمه سريعه بهيدي المناسبه الحزينه كونك اعلامي؟ بدي أقول إنه زياد بيضل موجود بضمير كل إنسان حي وحر. زياد بيضل موجود بذائقة كل إنسان منحاز للفن الحقيقي، الفن الإنساني، الفن اللي بيجمع بنفس الوقت القيم الإنسانية العميقة والعالية، وبيجمع الرقي الفني والإبداع الفني الغير المسبوق. زياد جمع باسمه كل الصفات الإبداعية اللي ممكن تنقال عن إنسان: موسيقي، مؤلف، موزع، ملحن، ممثل، مخرج، ما في صفة. وسياسي، عنده وعي سياسي عميق. على سيرة الوعي السياسي، حضرتك كنت توافق معه وكان يعجبوك تصريحاته السياسية وآراءه؟ طبعا معظم يعني أفكار زياد وآراء زياد أنا بتبناها، وإن كان ببعض الأحيان ممكن يختلف الواحد، يعني من ضمن الموقف الواحد يختلف مع زملاء، مع ناس بيحملوا رأيه، ولكن يلاقي نقاط ممكن تكون موضع نقاش وموضع جدال. وهذه أهمية زياد الرحباني، أنه منه فكر جامد، منه فكر هيك ضمن قالب ما بيتزحزح، لا، دائما عنده مواقف تستحق النقاش، تستحق الجدل، ولكن لابد أنه الإنسان ما يضل بيحترم ثباته على مواقفه والمبدئية وعلى انحيازه للناس اللي هو واحد منهم، مهما ارتفع بعبقريته الإبداعية ولكن بإنسانيته ضل ابن الناس البسطاء الطيبين والمقهورين. شكرا لك استاذ زاهي وهبه، شكرا لك. كنت معي هالمره الى جانبي رئيس حزب الوطنيين الاحرار الاستاذ كميل دوري شمعون. استاذ كميل، يعطيك الف عافيه. يعني شو بتحب تقول له للراحل زياد الرحباني اللي كان عم يتعاطى سياسي كونه فنان؟ يعني انت هل اكيد ما بعرف اذا مع اراء او تصريحات، شو بتحب تقول هون؟ هلا كان عنده ميول يساري ما في شك، لكن السياسي شيء والفن شيء تاني. ما في شك انه كان فنان، وفي كتير من الاجيال واكبوه، يعني بنحب نوجه تعازينا لبيت الرحباني اللي هي عائله فنانه كلها بالفن، ولسيدي فيروز يلي بتربطنا فيها صداقه شخصيه من ايام الراحل كميل شمعون. شو القول من اقواله هيك علق براسك بترددوا على طول غير بلا ولا شيء؟ بالنسبه لبكره شو اكيد اكيد، والفيلم الامريكي الطويل يلي بعدنا عم نعيشه. شكرا لك. بعدنا متابعين معكم مباشرة من بكفية، وإلى جانب سعادة المحافظ بعلبك الهرمي الأستاذ بشير خضر. أستاذ بشير، يعطيك ألف عافية. شو بتحب تقول كلمة بهذه المناسبة الحزينة؟ حقيقة ما بعتقد أنا إنه بحق لي أوصف أو أحكي عن شخص بحجم زياد الرحباني. اليوم زياد خسرنا ضمير لبنان، خسرنا الشخص اللي كان يقول الحقيقة مثل ما هي، حتى قد ما كانت مرة كان يقولها ولو إنه بأسلوبه الخاص. شخص أنا بعتبر إنه هو
ولع حاله، حرق حاله لحتى يضوي طريق لناس ولشعب اصلا منهم مع الاسف عنده بصر ما كان عنده بصيره. فكتير مؤلم انه لما بشوف شخص بحجمه كان في زياد يعمل ملايين ويمكن المليارات، بس هو كان صادق مع حاله وضل يضوي على الحقيقه مثل ما هي. ما في شيء بينقال بهيدي الخساره كتير كبيره للبنان، وما بنعرف يعني ما فينا عم نتخيل بقى كيف بنكون وبيكون لبنان من دون شخص مثل زياد الرحباني. شكرا لك، طول بعمرك. بعدنا متابعين معكم مباشرة من بكفية، وإلى جانبي الشاعر الكبير نزار فرانسيس. أستاذ نزار، ما عم طول عليكم ورا الشوب وقد ما عم تحكوا والتعب، نعم. شو شو الصفة اللي موجودة بالراحة الكبير زياد الرحباني بتحبها فيه؟ عبقري بكل ما للكلمة من معنى. الأستاذ زياد عبقري. وحضرتك معه كونه هو فنان كبير كمان عم يتعاطى بالسياسة، أنت مع هذا الشيء؟ أنا قلت له المعلم، زياد الرحباني معلم بكل شيء. شكرا لك. بجانبي كمان الفنانة اللبنانية المخضرمة العريقة باسكال صقر. باسكال يعطيكي ألف عافية، شو بتحب تقولي؟ أو عم بسأل نفس السؤال، إنه شو الكلمة هيك علقت براسك يلي كان يقولها الراحل الكبير زياد الرحباني؟ كثير اشياء كان يقولها معلقة براسنا، إنه هالبلد كيف ماشي يعني شيء كيف ماشي هالبلد فعلا. ويعني عم نبكي على الفن بشكل عام، هالعظمة هالكبار هاللي عم بيروحوا هيك واحد ورا الثاني، انه لمين تركين الفن يا عمي؟ هالابداع وهالعظمة مع هالتواضع والبساطة موجود بكل قلب للأبد زياد الرحباني، الله يرحمه. وش بتحب تغني له هيك ردة سريعة إذا قولي له؟ شو بدي اقول له؟ بقول له غربوا راحوا تركوا الحي، بهالليالي تغربوا وصارت شمس في. لو حلو بيعرفوا قيمته بس. حلو، يعطيك الف عافيه حبيبتي، انبسطت شفتك. الى جانب الاعلامي المخضرم الاستاذ نيشان. استاذ نيشان، كلمه سريعه بهذه المناسبه الحزينه. بدي اعزي السيده فيروز واخته لزياد السيده ريما، كل الرحابنه. حلو كتير واحد يغادر من هالدنيا وكنيته تبقى لصيقه لوطنه. نحن بنقول لبنان وطن الرحابنه. الله يرحمه زياد. شكرا لك وطول بعمرك. معكم ريتا بشاره، والى جانب الاعلامي ريكاردو كرم. استاذ ريكاردو، يعطيك الف عافيه. شو بتحب تقول كلمه بهذه المناسبه الحزينه والوطنيه كمان؟ قدام الحزن ما فينا نحكي شيء ابدا، ننحني امام الم السيده فيروز، امام جبروتها، امام هذه الارزه الكبيره يلي ما في شيء بيكسرها ابدا حتى وطأة الموت. عايشين اللحظه معها لإلهية. انا ودعت زياد اليوم، كنت بالمستشفى وكان شيء بحزن كتير. ودعته بوسته. شكرا لك، انبسطت شفتك. ابن الوطن، ابن الحقيقه، ابن العبقريه، ابن كل شيء. تذكروا لزياد الرحباني. شكرا للفنان رغب علامه. الى جانب الاعلامي المخضرم مع في قناه الام تي في الاستاذ فادي شهوان. استاذ فادي، شو بتحب تقول كلمه بهذه المناسبه الحزينه؟ هي أكيد مناسبة حزينة، كل الناس افتقدت زياد الرحباني، لأن زياد الرحباني بداية وحد اللبنانيين كلهم على ضحكته، على موسيقته، على نهفاته، على الأغاني، على التراتيل. نحن اليوم جايين نقول له وداعا زياد الرحباني، وشكر لزياد الرحباني على السقافية اللي أعطانا إياها، على كل نهفة، على كل ضحكة، على كل صلاة، على كل ترتيلة. شو ما نعمل ما رح نقدر نكافي زياد الرحباني، وإن شاء الله الدولة اللبنانية تعرف قيمته بالنهاية لزياد الرحباني. شكرا لك. جانبي الإعلامي الكبير الأستاذ عماد مرمل على القناة المنار، يعطيك ألف عافية. شو بتحب تقول كلمة بهذه المناسبة الحزينة؟ وكمان عملت معه مقابلة الراحل الكبير زياد الرحباني. نعم، يعني أنا كان لي شرف اعمل معه مقابلتين بال 2015 وال 2018. مشان هيك حاسس بوجع كبير ومضاعف، يعني لانه حتى هالمقابلتين كان لهم كواليسهم، يعني وكان لهم ما سبقهم من اعداد خاصه تحضيرا لهما. يعني فتعرفنا على زياد. يعني انا ما كنت عم قابله بس كزياد العبقري الفنان، زياد الانسان هو كمان الاهم. شو عنده صفه هيك ما موجوده فيه حبيته؟
انه ما تعرفت عليه. ايه انه هالبساطه قد ايه، مش بيقولوا له العملاق والعبقري وكلهم مزبوطين، بس حدهم حط البساطه والتواضع، متصالح مع نفسه، بيشبه حاله على طول، ما اخذته الشهره، ما دوخته، ما افسدته، ما غيرت بكاركتيره، ما له علاقه بالمظاهر. يعني في ناس اقل منه بكثير يعني بيقولوا الخسي براسهم، هو تكبر الخسي براسه. فهو عنده التعجرف اصلا، تلقائي، بسيط، عفوي، صادق، لا قيمه يعني. وهو من قيمه مضافه كانت للبنان، واللي بيوجع اكثر انه هو من الاشخاص الذين لا يعوضون، يعني لا ورث لزياد الرحباني كانسان وكفنان. شكرا لك، شكرا له للراحل. شو كلمه هيك علقت براسك؟ قال له حنشهد له كثير. اوكي بس لانه بس ست مجدة كلمه لقيتي هلا ما بدي اليوم الفراغ كبير بالوسط. خلاص شكرا لك ست مجدة ويرحم موتك. ميرسي. الفرسان الأربعة يلي بعقدوا صوتهم حلو والفن العريق، شو بتحبوا تقولوا كلمة بهيدي المناسبة؟ أنتم بنفس العائلة ربيتوا معه وعصرتوه. يعني أنا بدي أحكي الأشياء القريبة بيننا وبين زياد، أشياء ما بتنتسى أبدا، غير إنه شو ترك إرث كتير كبير للشعب اللبناني وبرات الشعب اللبناني، لأنه زياد كان أكبر من يعني موسيقته وصلت للعالمية. خسارة كبيرة زياد لنا كلنا وللبنانية خصوصا، يعني أكثر من هيك يعني. أستاذ جورج. أنا نادر عفوا. جورج ما إجا معنا اليوم. شو بدنا نقول عن كل زيادة عن اللي انقال عن زياد الرحباني؟ ما فيك يعني بدك مجلدات توصفي زياد الرحباني وتتحكي عن زياد الرحباني. نحن بكل محبة جايين نقول له وداعا ونشكره على 50 سنة عطاء، ونحن من نفس المدرسة وبنفس المعهد ومن نفس نعم هذا كنت عم بقوله قبل شوي، من نفس التوجه الغنائي والموسيقي. الله قدرنا نقدر نكمل ولو لفترة قصيرة، لأنه الفن بخطر وهو دائما كان حزين على هذا الشيء. ان شاء الله نقدر نكمل. شو في كلمه او قول هيك علقت براسكم كان يقولوا الراحل الكبير زياد الرحباني؟ بالنسبه لبكره شو؟ غير مش نفس الشيء. انا مش كافر، بس الجوع كافر، بس الفقر كافر، والمرض كافر كمان كان عم بيقولها. صحيح. شكرا لك. وقال كمان انه مش وراء كل رجل عظيم في امراه، هي خلقت عظيمه، امراه نفسها والله بس. شكرا لكم. بعدنا متابعين معكم مباشره من بكفيه، والى جانبي الشاعر الكبير العزيز الاستاذ حبيب يونس. استاذ حبيب يعطيك الف عافيه، شو بتحب تقول كلمه بهيدي المناسبه الحزينه؟ بحب اقول انه جزء مني مات، لانه هيك قال عمه لزياد رحباني منصور: ما إنسان في الأرض يموت إلا فيها يموت، فكيف إذا زياد رحباني؟ هلا عم ندفن جزء من حالنا تيضل الجزء الباقي اللي هو عم بيحارب اليأس اللي موته لزياد. نعم. شو بتحب تقول له هيك رد صغيرة؟ ردي ما بقول له ردي، بقول له كلمة، بقول له كنت أمل لإلنا، بس بعده موجود بقلوبنا، نكون على بعده موجود بقلوبنا، في شوية أمل بعد. شو بتحب تقول كمان؟ بحب لك مبروك للأو تي في. ميرسي لك يا حبيبي، بشرفنا. شكرا لك. تسلمي. الفنانة اللبنانية الجميلة جدا مي حريري، بعرف قد دموعك عم بتعبر عن الحزن، شو بتحب تقولي كلمة بهيدي المناسبة؟ شو بدي اقول؟ الله يصبرها للست الكل، الست فيروز، ويطول بعمرها، ويساعد كمان الست ريما كمان، لانها معاناتها انا حاسه فيهم، لاني بعرف كيف الوضع كله. الله يرحم زياد، خساره كثير كبيره، بس روحه ومكتبته وارثه الفني موجود معنا كلنا. شكرا لك. شكرا لك. والى جانبي الاعلامي الي جلادي، يعني الي يعطيك الف عافيه، شو بتحب تقول هلا نكون جديين مش عم نمزح شو بتحب تقول كلمه بهذه المناسبه الحزينه؟ ما في كلمه بتقدر تعبر عن الحزن صراحه اللي عم نمرق فيه اليوم. صدمه لكل اللبنانيه، صدمه لكل، بعتقد للعالم صدمه. بعدني لهلا ماني كثير مصدق ومستوعب نحن وين، ولا رح استوعب، بس بقدر اقول لك انه خساره كثير كبيره لنا ولكل لبنان. شو القول هيك بتتذكر وهو كان يقوله الله يرحمه؟ عم بيسالوني اياه كلهم. ايه ما هيدا هيك لونك انت هيك فكيه شوي. ما عندي ولا قول معين، لانه بعتقد كل اقوال زياد نحن بعدنا عم نعيشها لليوم، وكل اقوال زياد بعتقد ما بنقدر نطلع منها، عم نعيشها لهلا من 30 40 سنه لورا، فما عندي قول واحد، كل اقواله. ممكن تشم ايديك بدها تتساهي، بدها تتساءل اليوم. انا مش انا صافي ابنه للراحل الكبير وديع الصافي. استاذ جورج كلمه سريعه، شو بتحب تقول كلمه بهيدي المناسبه الحزينه؟ غادرتنا يا زياد، بس بتضلك بيناتنا.
وسلم لنا على اللي راحوا وعلى اللي سبقونا. إن شاء الله تكون نفسك بالسماء مرتاحة، ومثل ما أعمالك بين محبيك مرتاحة. شكرا لك ويطول بعمرك. إلى جانبك كمان الفنان اللبناني توني كيوان. أستاذ توني يعطيك ألف عافية. شو بتحب أو شو القول من أقوال الراحل زياد الرحباني هيك بتتذكره معلق براسك على طول بتردده؟ زياد الرحباني صوت كل إنسان حر، صوت كل إنسان مؤمن بالقيم والمبادئ يلي هو ضوى عليها ويلي لازم مثله اللي ضوى. أنا عم بحكي اجتماعيا وعم بحكي إنسانيا، أما فنيا وموسيقيا ما إلي حق أعطي رأيي فيه نهائيا. إنسان مبدع خلاق لبنان والوطن العربي وكل العالم خسر موسيقي مبدع لا يتكرر. هذا هو زياد، الله يرحمه ويصبر الست فيروز على هالمصاب. شكرا لك. مرة كمان إلى جانب الممثل اللبناني المخضرم الكبير اللي نحن ربينا على تمثيله وأنا كمان شخصيا، جورج شلهوب. أستاذ جورج، يعني تقريبا أنت عاصرت الراحل الكبير زياد الرحباني، شو بتحب تقول له؟ شو بتحب تقول بهذه المناسبة الحزينة؟ انه خبر وفاته كان ضربه على النافوخ يعني صراحه، لانه ما حدا كان مستنظر انه زياد بهالعمر يرحل بهالسرعه. انسان فنان كبير عبقري بالمسرح وبالموسيقى. الناس ما بتعرف انه هو عامل موسيقى اثار على الرمال بالسبعينات، يعني عم تحكي من اكثر من 50 سنه يعني شو كان عمره 19 سنه يمكن وقت عملها. مقطوعه رائعه. وبعدين مسرحياته اللي ما حضر فيلم امريكي طويل، اخر لقاء انا شفته قلت له يا زياد لازم تعمل مسلسل امريكي طويل. صح، طالت القصه كثير يعني ما عم تخلص. شو بدي اقول انا، الله بعزي امه اكثر شيء واهله، والله يصبرها لانه ما في اصعب منها انه الاهل يخسروا اولادهم قبله. شكرا لك. من موقع جبل الأقوى ريتا بشارة وأجوبة باليان مباشرة من بكفية، وإلى جانب نقيب الممثلين الأستاذ نعمة بدوي. أستاذ نعمة يعطيك العافية، بعرف بهالشوب عم تهلك. شو القول من أقوال هيك الراحل زياد الكبير زياد الرحباني هيك بتتذكروا أو علقين براسك؟ كل الأقوال اللي قالها صارت مأثورة. أنت عاصرت منيح. أنا جيله، أنا ربيت على تطلعاته، ربيت على فكره، ربيت على موسيقته، ربيت على كلماته، على ألغان، على تمثيله، على إخراجه. نحن زياد الرحباني كان ملهمنا، كان معلم. زياد الرحباني كان عنده شيء هيك حركه مهضومه انت لانك عشت معه وربيت انت وياه، شو عندك هيك مهضومه كان عنده صفه مثلا الله يرحمه؟ على طول شو بدي اقول لك؟ هيك صفه هيك مميز؟ لا دائما سريع البديهه، عارف كيف بده يحكي. في حدا بالكون بيقول له كيفك انت ملا انت؟ تعال نقعد بالفي، مش لحدا هالفي. هاي طلعي فيها لهالكلمات قديش هن معبرين، عرفتي كيف؟ يعني وحدهم بيبقوا مثل زهر البيلسان. هودي يعني هذا زياد الرحباني. زياد الرحباني بلا ولا شيء منحبك. الله يرحمه ويطول بعمرك أستاذ نعمت. شكرا لك. المرة إلى جانب الفنانة اللبنانية الجميلة جدا اللي بحبها كثير، كريستينا سوايا. كريستينا، شو هيك كلمة علقت براسك أو قول من أقوال الراحل زياد الرحباني؟ ثانك يو سو ماتش. اول شيء على مقدمتك الحلوه، العمر لإلكم، تعازينا لكلنا لكلياتنا كل الشعب اللبناني والعربي، لانه اكيد نحن فقدنا هامه فنيه وشخص عظيم مثل زياد الرحباني، وشخص لا يتكرر. من اقواله اكثر شيء تاثرت فيه اذا بدك هو وقتها قال وراء المراه ما في حدا، لأنه ربنا من الأساس خلقها عظيمة، فمش بحاجة إنه يكون في حدا وراءها، لأن نحن بنعرف إنه بيقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة، بس المرأة هي الوحيدة اللي ما حدا وراها غير ربها ونفسها. أكيد ربها ونفسها، اللي أنت مثال لها كمان نوعا ما. يطول عمرك. فعن جد قديش هالشيء معه حق فيه، إنه المرأة وخاصة بعصرنا صارت المرأة بدها تتحمل كتير وتكون قوية وتكون قد حالها لحتى تقدر تستمر، وصارت مثل الرجل يعني بيتكاتفوا سوا لحتى يقدروا يكملوا هالحياة وظروف الحياة تحمل مسؤولية كتير كبيرة بين عائلة وشغل وقصص تانية. فمعه حق بهالمقولة الله يرحمه. ما في شيء أصلا قاله غير ما كان عن جد معه حق فيه، وفي قصص قالها صارت يعني قد ايه كان افانغارديست، قد ايه كان يقشع لقدام اشياء، عنده رؤية لقدام. شكرا لكم، انبسطنا فيك. شكرا. بعدنا متابعين معكم مباشرة من بكفاية والى جانب الممثلة اللبنانية ريتا حايك. ريتا، هيك سؤال سريع، بعرف انه شو بتتذكري من الراحل الكبير زياد الرحباني، كلمة او قول هيك من اقواله؟ كلهم عم بيسألوني نفس السؤال، ما قادرة أنقي كلمة حاليا، صعبة إنه كل شيء بنفكر فيه مش بس بنقوله، وكل الفن اللي ربينا عليه والفكر الوطني هو فكر زياد كلنا.
نعم. وشو بيتميز؟ شو في صفه هيك بتحبيها موجوده فيه؟ شو بدي اقول لك، بدي انقي وحده وحده من هالصفات النابغه يلي عنده. ما بعرف، شجاعته، حقيقيته، سخريته، بساطته. اللي انت عندك شجاعه والحقيقيه. شكرا لك. وهالمرة إلى جانب الفنان اللبناني الكبير وسام الأمير. أستاذ وسام، شو بتحب تقول للراحل زياد الرحباني؟ تخيل هو لا بعده موجود معنا، شو بتحب تقول له؟ أنا ما عم بتخيل إنه بعده موجود، هو مزبوط موجود وهو ما بفل من بيناتنا، واللي بيكون عبقري هالقد وهالإرث اللي تركه هيدا بخلده وهيدا بيجدد له روحه مثل النسر. زياد موجود معنا وعايش معنا، زياد القدوة، زياد المعلم. أكثر من هيك مش رح أقول، منهني حيلنا بزياد الرحباني. شو بتحب تغني له هيك مثل ردة سريعا؟ يلا صوتك حلو. لا غير مرة. هلا على الشوف. يلا يعطيك العافية. شكرا. لجانب الممثل اللبناني علي منيمة. أستاذ علي، شو بتحب تقول للراحل زياد الرحباني؟ شو هيك بتتذكر كلمة هو على طول بيقولها وعلقت براسك؟ أول شيء ما بقى في شيء بينقال، يعني انقال كل شيء بزياد. هلا كل شيء فينا نقول انه الله يرحمه، ان شاء الله تكون نفسه بالسما. خساره كتير كبيره، مش بس للبنان، مش بس لنا كقطاع فني، خساره للعالم اجمعين. شو بتذكر من زياد؟ ما في شيء بنساه من زياد، بس اكثر شغله بتعلق براسي ويلي بظن اكثر شغله حاملها معه بالاخر انه هو ما بده يغير شيء، بس ما بده كمان حدا يغيره. كثير حلو. كونك كممثل هو كمان كفنان عم بيتعاطى كمان سياسي، كان عنده آراء وتصريحات سياسية، شو بتحب تعلق على الموضوع؟ هلا بالضرورة انه الفنان يكون عنده رأي سياسي، لانه بالنهاية الفنان هو عنده جمهوره، وجمهوره هو الناس. فمش غلط ابدا انه الانسان الفنان يعطي رايه بالسياسه. حتى هو ما كان عنده راي سياسي، مسرحه كله كان سياسي، موسيقته كانت سياسيه اجتماعيه عامه. فهذا الشغله ما لازم تكون خط لاي حدا، لازم الفنان بحد ذاته يحكي مع جمهوره كمان بالسياسه ليوعيهم اكثر. وزياد الله يرحمه وعى كثير اجيال وفرجيهم اشياء، خصوصا جيلنا نحن جيل الحرب. صح. وعينا على اشياء ابدا ما كنا نشوفها، شفناها من خلال مسرحياته، من خلال موسيقته بالشارع وبالمجتمع. فاكيد خساره كثير كبيره، وما كثير بحب احكي عن زياد لانه ما بينحكى عنه شيء بقى، لانه عن جد خلص الحكي. شكرا لك، وانا من متابعينك كممثل بتنقل ادوار عن جد بتلبق لك وشاطر فيها. يعطيك العافيه. شكرا، كلك ذوق. يعطيك العافيه.